المدرب والتشكيل الخاطئ والتسرع والعشوائية وعدم التوفيق وراء هزيمة منتخب مصر في الشوط الأول. حماس اللاعبين والأهداف الفردية وراء إهدار الفرص الكثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. أولى مباريات منتخب مصر في بطولة إفريقيا المقامة في المغرب أمام زيمبابوي. انتهت المباراة بفوز منتخب مصر 2-1. زي ما اتفقنا احنا بنحلل أسباب وعوامل نفسية بتأثر على نتيجة المباراة. اسمعوا الفيديو للآخر يا جماعة عشان الأسباب والعوامل النفسية كتيرة في مباراة النهاردة. أول العوامل النفسية اللي حسام حسن شغل زمبلك فرقة منتخب مصر ورماهم في الملعب. أيوه زي ما بقول لك كده، شغل الزمبلك. طيب لما شغل الزمبلك اللاعيبة نزلت بسرعة غريبة الشكل، بتسرع، بعشوائية. التسرع والعشوائية فقد اللاعيبة تركيزها، فتفننوا في إهدار الفرص الضيعة. كمان يا جماعة كل لاعب من منتخب مصر، إمام عاشور، محمد صلاح، مرموش، تريزيجيه، كل لاعب نازل بأهداف فردية، مش هدف جماعي، بأهداف فردية. الأهداف الفردية ديت خلت كل لاعب هو اللي عاوز يجيب الجول. طبعا تسبب في إهدار فرص كتيرة، والفرص كانت شكلها وحش، تدل اللي اللعيبة بتاعتنا ما لعبتش كورة قبل كده. لغايه الدقيقه 15 احنا مستحوذين على الكوره ولكن بدون اي خطه او تكتيك. في الدقيقه 20 ومنتخب زيمبابوي جاب جون خطا من محمد حمدي وحسام عبد المجيد. جينا في الدقيقه 30 الكابتن حسام فاجئنا بتغيير امام عاشور. انا بصراحه لغايه دلوقتي مش عارف هو غير امام عاشور ليه ونزل مصطفى محمد. اولا حسام حسن سبب صدمه نفسيه لامام عاشور، ربنا بقى يستر وامام يعرف يطلع منها، الا اذا كان امام حس بحاجه وهو اللي طلب التغيير. بعد الدقيقه 30 منتخب زيمبابوي بغتنا بهجمه ثانيه، لولا براعه محمد الشناوي وياسر ابراهيم كان زمان زيمبابوي احرزت الهدف الثاني. بعد كده حاولنا نعوض ولكن برضه اللعيبه بتاعتنا اتسبقت في اهدار الفرص. انتهى الشوط الاول بفوز زيمبابوي 1-0. بدا الشوط الثاني برضه احنا فايقين، احنا بننقل كوره ولكن برضه مفيش تكتيك واضح في الماتش، مفيش تكتيك واضح على اداء اللاعبين، احنا بنلعب بعشوائيه. لغايه ما ربنا كرمنا ومرموش جاب جون بصراحه بمجهود فردي في الدقيقه 63 بدون اي تكتيك. يعني انا لو نقول التكتيك ده بتاع جارديولا. اتعادلنا كده 1-1 وبرضو اللعب ما زال بعشوائيه غريبه، مفيش برضو تكتيك حتى بعد ما تعادلنا، لغايه محمد صلاح ما جاب كوره جون بالمجهود فردي، برضو خطه ارن سلوت. يبقى كده حسام حسن لغايه دلوقتي ما عملش حاجه، احنا جبنا هدفين، خطه جارديولا وخطه ارن سلوت. انما حسام بيشغل الزمالك، حسام على الخط بيتعفرت وبيتزربن وبيعصب لاعيبته. حسام حسن بيشحن اللعيبه، حسام حسن ما بيعملش تكتيك، حسام حسن كل اللي بيعمله اللي هو بيتخانق مع الحكم وبيتخانق مع مساعد الحكم وبيشجع وبيهلل وبيخبط وبيرزع. انما تكتيك انا بصراحه ما شفتش اي تكتيك في المباراه. اللي انا شايفه اللي منتخب مصر ما عندوش فريق، ما عندوش فريق كامل، ما عندوش لعيبه بتلعب باسم فريق، لا اللعيبه كلها بتلعب بانانيه غريبه، بتلعب بتسرع، بتلعب بعشوائيه، كل واحد عاوز يبقى هو نجم منتخب مصر. السمه اللي ظهرت في الشوط الثاني هي الانانيه. ابراهيم عادل نازل يجيب جول اناني، مصطفى محمد نازل يجيب جول اناني، كل زيزو
ما هوش عارف يجيب جون، وكل كرة عاوز هو يجيبها جون، أناني. كل لعيب بيدوّر على مجد شخصي لنفسه، إلا عمر مرموش ومحمد صلاح، لإن دي لعيبة كبيرة ومحترفة. وهنا فرق العقلية يا جماعة، فرق عقلية محمد صلاح وعمر مرموش عن باقي لاعيبة منتخب مصر، والحمد لله هم اللي كسبونا. ربنا يستر في ماتش أنجولا وماتش جنوب أفريقيا، لإن بوضع منتخبنا ده منتخبنا ما يطمنش. ربنا يستر والماتشين الجايين يعدّوا على خير، ونعرفوا نصعدوا لدور ال16. زي ما عودتكم في آخر كل فيديو اللي إحنا بنحلل أداء اللاعب. محمد الشناوي 5، محمد حمدي 4، حسام عبد المجيد 3، ياسر إبراهيم 5، محمد هاني 4، مروان عطية 5، حمدي فتحي 4، إمام عاشور 3، عمر مرموش 7، تريزيجيه 4، محمد صلاح 8، مصطفى محمد 4، زيزو 3، إبراهيم عادل 2، فتوح 2، حسام حسن 1. شكرا لكم وإلى اللقاء. لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقة، ولو في حاجة عاوزين تزودوها في الحلقة قولوا لي. شكرا لكم وإلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله وأمنه.